تخيل انك محبوس في بيت مش بس الناس اللي فيه قلوبهم حجر، دول كمان شياطين في صورة بشر. عيد وأميرة وعزة هم الشياطين التلاتة اللي حكموا على حياة طفلة بريئة زي آية إن هي تكون حياتها جحيم من أول لحظة اتولدت فيها. بيت مليان قسوة، ضرب وتعذيب، وكل واحد مقتنع إنه هو ملاك، لكن الحقيقة إن هم كانوا سبب كل لحظة وجع عاشتها آية. القصة دي مش مجرد حكاية عن حياة عيلة مفككة، دي قصة عن حياة بنت اتولدت في وسط أسوأ أشكال البشر، وحاولت تهرب من العذاب اللي عاشته 8 مرات لحد ما القدر اختار لها النهاية اللي كانت مستنياها في آخر سطر. السلام عليكم. للي بشوفنا لاول مره، فانا احمد عزيز وبتكلم عن كل حاجه غامضه وغريبه على كوكب الارض، وحابب اقول لكم اني بدات تحدي جديد، وانا هنزل كل يوم فيديو لغايه ما نوصل ان شاء الله 50,000 مشترك. فيلا بطل انزل اعمل سبسكرايب واكد لي تحت في الكومنتات وتضم للعيله بتاعتنا وصلي بينا على الحبيب، وبسم الله نبدا. تخيل انك عايش في بيت فيه شياطين 3، عيد واميره وعزه. هما مش مجرد بشر، دول قلوبهم حجر، كل واحد فيهم مقتنع انه ملاك. القصه بتدور حوالين الطفله آية اللي ذنبها الوحيد في الدنيا انها اتولدت وسط الناس دي. سنة 1995 آية اتولدت في منطقة منشية ناصر بالقاهرة لأبوها عيد المكوجي وأمها أميرة اللي ما تعرفش أي حاجة في البيت أو الحياة الطبيعية. من أول لحظة كان واضح إن علاقتهم محكومة بالفشل، وبعد سنتين بس من ولادة آية المشاكل بين عيد وأميرة زادت لدرجة إن هم قرروا يتطلقوا. أميرة قررت تعاقب عيد بشكل قاسي، سابت له البنت وقطعت علاقتها بيها تماما ومش هتسمع عنها تاني في القصة. عيد ما كانش عنده وقت ولا رغبة إنه يربي بنته، فقرر يوديها لأمه اللي في الريف. لكن العيلة دي مش عارفة مثل إن أعز من الولد ولد الولد. آية قضت 10 سنين مع جدتها، ما راحتش مدرسة ولا اتعلمت حاجة، كل اللي اتعلمته إنها ازاي تطبخ وتنظف. عيد كان بيشوفها نادرا جدا، يمكن يتعدوا على أصابع الإيد الواحدة، وما كانش فارق معاه إن هي تكبر وتعيش وتشوف حياتها بشكل طبيعي. في 2007 لما آية بقى عندها 12 سنة، جدتها كمان قررت إن هي تتخلى عنها، واتصلت بعيد وطلبت منه ياخد بنته اللي هي بقت كبيرة في السن وما تقدرش ترعاها. عيد جابها تعيش معاه ومع مراته الجديدة عزة اللي طلعت قريبة عيد وشبهه في كل حاجة. قلوبهم حجر وما يعرفوش الرحمة. آية رجعت لمنطقة منشية ناصر، المكان اللي اتولدت فيه، وعاشت مع أبوها عيد ومراته عزة من سنة 2007 لحد سنة 2014. ال7 سنين دول كانوا أسوأ فترة في حياتها. لما عيد شاف إن آية ما اتعلمتش حاجة وما تعرفش حتى إيه هي المدرسة، ما كانش فارق معاه، بالعكس هو وعزة قرروا يستغلوها في البيت، وشافوا انه طالما هي عايشة معاهم يبقى لازم تفيدهم. آية بقى شغلتها ان هي شغالة تحت ايد عزة خدامة، زي ما جدتها كانت برضه مسخرة آية تحت ايديها. بقت عبارة بس عن بتخدم على مرات ابوها، واللي بيحصل لها لما تأثر في حاجة او تحاول تعيش كطفلة وتلعب شوية كان عنف وتعذيب مش طبيعي. الضرب والإهانة كانوا جزء من حياتها اليومية سواء من عيد او من عزة، والظلم ده فضل مستمر لحد ما كبرت وبقى عندها 17 سنة. في الوقت ده آية قررت ان هي لازم تخرج من الجحيم اللي هي فيه بأي شكل من الاشكال، وان حياتها ما ينفعش تفضل بالشكل ده. وانه في يوم عيد رجع من شغله ما لهاش في البيت، وفضل يدور عليها في كل مكان ممكن تروحه، لكن مش عارف هو كان خايف عليها ولا ايه. يعني دوت منظر بني ادم زي ده ما كانش خايف عليها يعني بنسبة 100%، وكان بيدور عليها عشان ايه؟ عشان شكله قدام الناس والسمعة اللي هتلطه من هروبها. في نهاية اليوم عيد جاله تليفون من اهله في الريف بيقولوا ان آية عندهم، وانهم مش قادرين يستحملوا وجودها حتى بعد ما حكت لهم عن العذاب اللي هي كانت بتشوفه من ابوها. المهم عندهم ان هي تمشي من عندهم، وطلبوا منه انه يجي ياخدها. عيد بعد ما سافر علشان يجيب بنته من الريف، علاقتهم اتدهورت اكتر والتعذيب بقى اسوأ بكتير. آية كان دايما بتقول للناس ان هي هتموت على ايد ابوها ومراته عزة، لكن محدش كان بيصدقها. حاولت تهرب 8 مرات، وكل مرة عيد كان بيجيبها ويرجعها البيت تاني. كان عقابه ان هو يربطها في كرسي في اوضتها لمدة 15 يوم على الاقل، ويضربها هو وعزة. مرة جارته صرخت ان هو يلحق بنته اللي بتحاول تهرب من البلكونة باستخدام ملايات وستاير الأوضة كحبل. عيد نزل بسرعة ومسكها رجعها البيت، ومن ساعتها التعذيب بقى أمر وأشد. رغم ان الجيران كانوا شايفين اللي بيحصل ومحدش تدخل او حتى حاول يفهم عيد بيعمل كده ليه، او هي عملت ايه آية تستحق كل العذاب ده من اجله، ولكن محدش يتدخل. سنة 2014 آية بقى عندها 19 سنة، كانت اخر محاولة هروب ليها. عيد وعزة خلفوا طفلة جديدة، وآية مش بس بقت
بتخدم على مرات ابوها وعلى ابوها، بقت بتخدم على كمان الطفل اللي جه، فبقى في تفرقة واضحة. يعني تخيل هي تكون عايشة هي زي الحياة، وتشوف في اخ جاي ليها هيعيش حياة اكرم منها، وهي تفضل عايشة في المعاناة اللي هي عايشاها. في اخر لحظه محاوله للهروب، آية قررت تروح للشرطه، لكن خوفا ان هي ترجع لابوها كذبت وقالت ان ابوها وامها ماتوا في ثوره يناير، وان هي ملهاش حد في الدنيا. رجال الشرطه صدقوا كلامها وراحوا ودوها دار رعايه، لكن بعد بعثهم اكتشفوا ان هي كذبت وان عيد وامها لسه عايشين. تواصلوا مع عيد وقالوا له ان بنته في دار رعايه، لكنه ما اهتمش وما جاش يستلمها وكانها حمل وتخلص منه. آية كانت متوقعه ان هي تعيش حياه افضل في دار الرعايه، لكن لما سمعت القصص الصعبه اللي عدى بيها البنات اللي هناك وحاجات تانية ما قدرتش تستحملها، قررت ان هي تهرب. وبعد اسبوع من هروبها ناس تعرفوا عليها واتصلوا بعيد اللي جه واستلمها. لكن المره دي عيد كان واصل لاقصى درجات الغضب، وقرر ان هو يخلص منها نهائيا. هو وعزة قرروا يربطوها من ايديها ورجليها ورقبتها على كرسي ويخلوها مربوطة لمدة 7 شهور كاملة. آية ما كانتش تتحرك، حتى الحمام كانت بتروح مرة واحدة في اليوم وهي مربوطة كمان، والأكل كان قليل جدا غير الضرب والتعذيب المستمر من أبوها. بعد 7 شهور من التعذيب والربط المستمر، في يوم عزة دخلت على آية ولقت لونها أزرق وما بتتحركش. كان الواضح إن خلاص آية ماتت، لكن عزة ما اهتمتش خالص. بدل ما تبلغ حد، فكت الحبال اللي كانوا رابطين بيها آية وقعدتها على الأرض وبدأت تصرخ وتنادي على الجيران. أحد الجيران نزل ولقى إن آية فعلا ماتت، فاتصل بابوها عيد في المحل وقال له الخبر الغريب إن عيد استقبل الخبر ببرود تام ولا كأنه فقد بنته. الجيران اتصلوا بالإسعاف ومكتب الصحة علشان يستخرجوا تصريح دفن، ولما دكتور الصحة وصل لاحظ في حاجة غريبة زي لون جثمان آية اللي كان غريب جدا، وآثار الكدمات والربط الواضحة على ايديها ورجليها ورقبتها، وكان واضح ان هي تعرضت للتعذيب. الدكتور بلغ الشرطة ان في شبهة جنائية. رجال الامن وصلوا معاهم فريق البحث الجنائي ووقفوا مذهولين قدام جثمان آية، مش مستوعبين ان الشخص اللي واقف جنبها هو ابوها، ومفيش اي تأثير عليه ولا باين عليه ان هو حزين على بنته. المنظر كان مرعب، والأوضة اللي كانت فيها كان باين عليها آثار التعذيب اللي عانته. الشرطة قررت تنقل جثمان آية للطب الشرعي. عيد كان مصر ان الوفاة طبيعية، لكن بعد تحقيقات رجال البحث الجنائي وتقرير الطب الشرعي اتضح ان آية كانت بتتعرض للتعذيب بشكل يومي. الجيران شهدوا على ابوها وامها ان هم كانوا بيعاملوها معاملة غريبة. تقرير الطب الشرعي اكد سبب الوفاة كان نزيف حاد من ايديها ورجليها، بالاضافة لضعف عام في جسمها بسبب ان هي ما بتاكلش حاجة لمدة 3 ايام. وفي النهاية عيد اتقبض عليه بتهمة قتل بنته، ورغم انه انكر وبقوة لكنه اعترف انه كان بيعذبها علشان يعلمها الادب، وقال لهم ان هي قتلت نفسها بسبب انها كانت بتحاول تفك الحبل اللي كانت مربوطة بيه، وانها كانت بتضغط على نفسها جامد لدرجة ان هي جرحت نفسها وماتت. لكن حتى في اعترافه كان شايف ان هو ما عملش حاجة غلط. آية عاشت اسوأ 7 شهور ممكن اي حد يتخيلهم، في تعذيب متواصل من ناس قلوبهم حجر. حتى مراته ما فكرتش تحس ولو للحظة ان هي زي امها او زي بنتها. فخلصت القصة الحزينة دي، ولا نقول غير شيء واحد: لو انت مش قد انك تتجوز ومش مسؤول انك تتجوز، يبقى ما تخلفش. لو مش هتقدر ترعى لهذا الطفل اللي هيكون، يعني حتى لو آية عاشت، واكاد اجزم لو آية كان عاشت كانت هتتجوز وتخلف، بس كانت تخلف برضو عيال عندهم امراض نفسية من العقد اللي هي شافتها طول حياتها. فمفيش كلام تاني يتقال، وبس كده نكون وصلنا لنهاية الفيديو. لو عجبكم الفيديو تكونوا استمتعتوا، تدعمونا باللايك وسبسكرايب والشير، وسيبوا لنا رايكم تحت في كومنت. واحب اقول لكم ان احنا بدأنا تحدي جديد، وهو ان انزل كل يوم فيديو لغايه ما نوصل 50,000 مشترك. فيلا يا بطل انزل اعمل سبسكرايب الان، واكد لي تحت في الكومنتات. وبس كده، استنوا فيديوهات تانية كتير ان شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. سلام.